مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة أسامة فارم. اليوم سنتكلم إن شاء الله عن موضوع خاص مع اقتراب عيد الأضحى، وكذلك مع استيراد الجزائر للأغنام من رومانيا وكذلك من إسبانيا. اليوم سنتكلم عن سلالات الأغنام في إسبانيا، يعني سلالات الأغنام المتواجدة في إسبانيا، التي تتميز أكيد بتنوع بيئي وتاريخ غني. تعد إسبانيا من بين الدول الأوروبية الرائدة في تربية الأغنام، يعني أوروبيا وكذلك عالميا، بفضل تنوع مناخها وتضاريسها وتاريخها الطويل في تربية الماشية منذ العصور القديمة. وقد وارثت الأجيال الإسبانية عبر القرون معرفة دقيقة بسلالات الأغنام، وطوروا سلالتها المحلية لتتناسب مع احتياجاتهم الزراعية والبيئية، سواء في إنتاج الصوف أو الحليب أو اللحم. خلال العصور الوسطى كانت تربية الأغنام تلعب دورا حيويا في الاقتصاد الإسباني، خاصة فيما يعرف بطريق الماشية لاميستا، وهو نظام يسمح بمرور القطعان من الشمال إلى الجنوب وفقا للفصول بحثا عن المراعي. وقد ساهم هذا النظام في انتشار سلالات الأغنام وتنوعها في مختلف مناطق إسبانيا. نبدأ الآن في تعديد السلالات المتواجدة في إسبانيا. أهم سلالات الأغنام في إسبانيا: أولا وأشهر سلالة هي المارينو الإسباني. نشأت هذه السلالة في القرون الوسطى، وتعتبر من أقدم وأشهر سلالات الأغنام في العالم. كان تصديرها محظورا لعدة قرون لحماية صناعة الصوف الإسبانية. تتميز بصوف ناعم وفاخر يستخدم في صناعة الأقمشة الراقية، وهي سلالة قوية تتحمل الظروف القاسية وتتكيف مع التضاريس المختلفة. تربى الآن في دول عديدة مثل أستراليا، حيث طورت إلى سلالات أكثر إنتاجية. ثانيا سلالة المانشيغا، تنتشر في منطقة لامانشا وسط إسبانيا، ووظيفتها الأساسية هي إنتاج الحليب. يستخدم حليبها في صناعة الجبن المانشيكو الشهير عالميا، والذي يعد من أهم المنتجات الغذائية الإسبانية المحمية بالأصل الجغرافي. تتميز بجسم قوي وصوف خشن نسبيا تتحمل المناخ الجاف. ثالث سلالة هي التشورا، وهي من منطقة قشتالة وليون شمال غرب إسبانيا أو الأندلس بما يعرف. الوظيفة سلالة ثلاثية اللحم. الغرض فهي تنتج اللحم والحليب وكذلك الصوف. تتميز بلون جسمها الأبيض، وتتميز بوجود بقع داكنة على الوجه والساقين. تنتج حليبا يستخدم في صناعة الجبن التقليدي المحلي. رابعا هناك سلالة لاتشا، حيث تتواجد بإقليم الباسك ونافارا. الوظيفة إنتاج الحليب لصناعة جبن إيديازيل المعروف. ذات صوف طويل وخشن ولها قرون منحنية مميزة. تعيش في مناطق جبلية وتتميز بقدرة عالية على التنقل في التضاريس الوعرة. خامسا سلالة كاستيانا، وهي من اسمها تتموقع في منطقة كاستيا لامانشا والمناطق المجاورة. الوظيفة تربى أساسا من أجل اللحم، وكذلك تتميز بأنها سلالة قوية تتحمل المناخ القاري الجاف، وتنتج لحوما عالية الجودة وتعرف بصوفها الأبيض. هناك أيضا سلالة غاليثيا، وهي خاصة بمنطقة غاليسيا في الشمال الغربي. تنتج تربى خصيصا لإنتاج اللحم وأحيانا أيضا الحليب. تتميز بأنها صغيرة الحجم نسبيا وتتأقلم مع المناخ الرطب والمراعي الجبلية. هناك أيضا كآخر سلالة أغنام الأوخا نيغرا، منطقتها في مقاطعة تروي في أراغون، ووظيفتها هي إنتاج اللحم. سلالة متوسطة الحجم، لونها شهى وأسفل قوائمها أسود، بينما بقية الجسم أبيض، مناسبة للمناطق الجافة وشبه الصحراوية. اقتصاديا هذه السلالات تلعب دورا مهما في الاقتصاد الريفي، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية. وترتبط هذه السلالات ثقافيا بالعادات والتقاليد المحلية، مثل الأجبان التقليدية واللباس الفولكلوري المصنوع من صوف المارينو.
وتسهم بيئيا في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتساعد على استدامة المراعي الطبيعية. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو أصدقائي متابعي قناة أسامة فارم. إلى لقاء آخر في فيديو آخر ومعلومات جديدة.